بونو يا بونو، ينصر دينك يا بونو. بونو في مباراة تاريخية، في مباراة ملحمية، كيهدي اللقب السابع لنادي اشبيلية في اليوروبا ليغ. بونو اليوم اثبت على انه حارس من الطراز الرفيع، اثبت انه الافضل في العالم وليس الثالث كما صنف في التصنيف الاخير او في الجائزة ديال ثالث احسن حارس في العالم. بونو في هذه المباراة اللي كان السبب الرئيسي في التتويج ديال نادي اشبيليه باللقب السابع لها في التاريخ. قبل ما نهضروا على ضربات الجزاء، فبونو في المباراه قدر يتصدى 3 ديال الكرات خطيرين واهداف محققه امام مهاجمي نادي روما. بونو اللي اثبت اليوم انه جدار مغربي. بونو اليوم اللي هو منتوج خالص للمدرسه الوداد ومنتوج خالص للمغرب. بونو علاش كنفتخروا به بزاف؟ بونو القصه ديالو يجب باش نضربوا بها المثال. بونو نموذج يحتذى به. بونو هو ديك المغربي اللي بدا الكره في المغرب، راه ما خلق في اوروبا، ما خلق في كندا صح، ولكن تعلم ابجديات الكره في المغرب، فهو خريج المدرسه الكرويه المغربيه. فاليوم يتالق في اكبر الدوريات الاوروبيه وكيقدر انه يكون اللاعب الاول مع النصيري اللي كيفوزوا بجوج الالقاب على مستوى العرب بهذا اللقب الغالي ديال اليوروبا ليغ. بونو اليوم اصبح يعني اسطوره في نادي اشبيليه، الكل يتغنى ببونو خصوصا في ضربات الجزاء اللي والله العظيم ضربه جزاء امام بونو صعيب. اللاعب ملي كيجي يضرب ضربه جزاء قبل بونو فاوتوماتيكمون كيتفكر ديك الملحمه ديال المونديال امام اسبانيا، شفنا اللاعبين كيفاش كيضربوا ضربات جزاء، وبونو بتركيز عالي بفطنه يعني بالموهبه ديالو وبالخدمه ديالو قدر انه يوصل اشبيليه البوديوم يعني على كتافه. اللي شاهد المباراه كانت مباراه صعبه، مباراه النهائي كان فيها القتاليه، النصيري كذلك حتى هو كان حاضر ولعب مباراه كامله، فبرافو لهاد اللاعبين سفراء ديال المغرب، السفراء ديال الكره الوطنيه اللي كيهزوا رايه البلاد عاليه يعني بدون يعني ضجيج، ناس كتخدم كتقاتل كي يعني حاطين الاهداف ديالهم. فاليوم بونو اثبت انه واحد من خيرة حراس في تاريخ نادي اشبيليه اللي كيقدر يتوج به، هو الحارس الوحيد اللي كيتوج بجوج الالقاب ديال اليوروبا ليغ. سمعوا معايا، بونو اليوم هو اللاعب الوحيد في اشبيليه اللي كيتوج بجوج ديال الالقاب ديال في اليوروبا ليغ. بونو ونصيري هما اللاعبين العربيين الوحيدين في التاريخ اللي فازوا بهذا اللقب بجوج المرات، وماشي غير انهم في التشكيله وانما هما اللي جابوا هذا اللقب. بونو اليوم كل شيء كيصنفوا انه هو اللي انقذ اشبيليه في المباراه بتصدياته الرائعه وبتدخلاته البطوليه وبديك يعني صراحه الله جميل. وكنا شفنا كيف الجماهير المغربيه شاهدت هذه المباراه كان المنتخب المغربي لاعب، ولا ان كان شي فريق مغربي لاعب، نظرا لديك اللاعب بونو اللي عنده واحد الشعبيه رائعه ومحبوب الجماهير المغربيه والعربيه والافريقيه، واليوم اصبح حتى العالم كما شفنا يعني مباشره بعد نهايه المباراه الصحف بدات تعنون بونو الاسطوره، بونو يهدي اللقب الى اشبيليه، بونو جميع العناوين ضروري كتلقى اشبيليه البطل وحده بونو، ولا اشبيليه بونو ولا بونو اشبيليه. يعني صراحه الله يستحق هذا اللقب الرائع الثاني في المسيره ديالو على مستوى اليوروبا ليغ، وبهذا كيعطي يحط صوره رائعه وكيبين ان المنتخب الوطني المغربي واللاعبين ديالو لا اشرف حكيمي ولا حمد الله ولا نصيري وبونو باقي النهائي اخر ديال نايف اكراد، فمغاربه العالم يسيطرون بالطول والعرض على البوديوم في اوروبا. وهذا صراحه الله شيء رائع انك تشوف لاعبين مغاربه سفراء، وفي الاخير الاحتفالات كتكون دائما بالعالم المغربي اللي كل مغربي حر انه يتمنى انه يشوف هذا العالم يرفرف عاليا بدون ضجيج بدون يعني كلام. غزاة القاره او غزاة العالم قولا وفعلا وماشي غير قول. فبونو اليوم ونصيري هنيئا لكم، الف مبروك لهاد جوج اللاعبين المنضبطين الرائعين اللي صراحه الله يجب ان يحتذى بهم جميع اي واحد في اي دومين بغيتي تانسبيرا من بونو ومن القصه ديال نصيري، كيفاش بداو، كيفاش نتخرجوا من المغرب في واحد التحدي في واحد المغامره اللي كامله مخاطر، تمشي لاوروبا وانك يتبدل عليك بزاف الاشياء، ولكن كتخوض التحدي وكتخدم وكتريني وكتعلم وكتقدر تفرض راسك. واحد من احسن حراس في العالم اليوم بونو، ما يمكننا الا نقول له شابو ليك، الف مبروك الكره العربيه والكره الافريقيه والكره الامازيغيه والكره المغربيه بالضبط، لان المغرب هو المستفيد الاكبر من هذه الوليدات اللي كيشرفوا المغرب وكيعطيو واحد صوره رائعه للمغربي انه كيفاش قادر يخوض تحديات وقادر يتوج باكبر يعني الالقاب
ويلعب في اعتى الانديه، فهذا شيء مشرف. هنيئا للكره المغربيه، والف الف مبروك لنادي اشبيليه، والف مبروك للنصيري المقاتل، حتى هو ما هضرناش عليه، ما عطيناش حقه. فهذا ما كيعنيش انه ما لعبش مزيان، بالعكس يقوم بدور يعني غريب. السيد ملي كتبدا المباراه هو كيجري، ولكن اليوم بونو استطاع يخطف الاضواء من جميع لاعبين ديال اشبيليه. بونو رجل مباراه، بونو بتصدياته الرائعه قدر يهدي الاشبيليه اللقب السابع اللي هو بالتخصص. وهنا يمكن نقولوا اشبيليه بالتخصص وبالتاريخ استطاع يفوز على روما اللي قدم مباراه مزيانه مع مورينيو. ولكن عندك بونو، لا تخف، الله ينصر دينك يا بونو. وكل شيء بارطاجي الفيديو، وكل شيء هنأ بونو، والف الف مبروك. الكره الوطنيه والمغربيه والعالم المغربي دائما غادي يبقى كيرفرف في العالي مع هاد الوليدات، مع هاد السفراء الرائعين. قولوا لي في نظركم واش ما كتشوفوش بونو هو اللي هدا هاد اللقب الاشبيليه، ولا حتى هو بحال اللاعبين؟ شاركونا باراء ديالكم، وديما مغرب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.